السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم في عالم الاشغال والخياطه، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. وكالعاده نرحبوا باش اللي انضموا لينا البيت بيتهم منورين، اوفياء القناه مشكورين وماجورين على الوفاء تاعهم. واليوم ما زلنا مع سلسله تحضيرات شهر رمضان المبارك. حبيت نديرو يعني كما نقولوا ستاره اللي دايره ضجه على مواقع التواصل الاجتماعي، اعاده تدوير ستاره قديمه عندكم وتجددوها، ماشي شرط حتى تشروها. انا مثلا عندي ستاره كانت عندي في البيت، مليت منها، اني حابه نديرها على هذه الطريقه جديده. عاودت حليتها ونحيت لها لا غفلات تاعها. هذه هي النافذه، وهنا فوق الستاره يروح يشوف من لهنا التخانق تاعو من الطرف للطرف، ويشوف باش يعرف شحال القياسات، ويشوف الطول وين يحبس الستاره تاعو. هكذا كاين اللي يحبها قصيره هكذا، كاين اللي يحبها شويه طويله، وهي رايحه تبقى اختيارات. انا الستاره تاعي جايه من لهنا فيها 2 مترات و76. كل واحد شحال. لو كان مثلا الستاره حنديرها كامل ما حاش نقسمها في النص، ما نكذبش عليكم تحكموا هادو 2 مترات و76 تضربوها في تنين، ولا حبيتوه يجي مكمش، ولا يعني معليش مره ونص، يعني تضربوها يعني هذا الرقم تاعها تزيدوه مره نص تاعو، يعني نزيد لها متر باش تجيني مستفه ومكمشه صح. ولا كيما انا راني رايحه ندير مباشره حنقسمو، ما نحتاج يكون مستف، لانه الشغم راح يكون في الزياده اللي راح نزيدها له في الفولون وفي القماش الاني اللي حنديرو. القماش يبقى اختيارات، هما اللي راهم دايرين بقماش الفيشي اكارو هذاك اللي كنت عارفوه. بصح انا قررت نبدل شويه، يعني موصيتكم تشوفوا اللون اللي يتناسق مع الستاره تاعكم، يعني وراه اللون. انا ما راحش ناخذ اللون اللي يدي المساحه تاعي كامل، دائما نشوف الالوان اللي راهي هنا، يعني هنا ونكاسي بها. شريت هذا البرتقالي، انا احتجت متر، تقدروا تحتاجوا اقل تقدروا تحتاجوا اكثر. شوفوا هاوليك الريدو تاعي طويته على 2. شوفوا جهه الطول، الوضعيه تاعو، شوفوا الكاسي منا مقلب الاخر معناتها كيما ديروا راهو صحيح. حكمت دوك القماش تاعي كيما راهو هكذا، ديت كاع واش فيه. هو فيه راهو فيه 2 مترات و76، راني طويته على 2 ورايحه نقصو. بعد ما قصيتها رحت للجانب من الاسفل ورحت نديرها لاغوندي. هاي الستاره تاعي كانت كامل طويتها على 2 وقسمتها. هاي لك هذا هو العرض تاعها كامل، جست طويتها وقسمتها، وبعدها حطيت القطعتين هادو على بعضهم هنا، ورحت هكذا عادي وندير هذاك لاغوندي، لانه هكذا هما يجوا متقابلين، كي يولوا متقابلين يعطوني هذاك التحريفه الشابه هذيك. شوفوا دائما نقول لكم ميز العين ووصلوا هكذا التحريفه تاعكم. ولا عندكم اللي تخاف ما تعرفش دير بصحن ولا بكاش حاجه. هاي ديك 11 سنتيمتر، شوفوا من هنا 19 سنتيمتر، هاي ديك على 19 ودرت هذيك الدوران. هاي ديك كيما راكم تشوفوا لاغوندي هكذا. نتو دوك واش نروحو نديرو، نخيطوا الجوانب اللي منا والجوانب اللي منا لي كوتي تاعهم كامل، ونزيد نخيط كامل هذا الجانب منا لهنا كامل. وهذا الدوران تاعي سما كاع ننظف هذا العمل تاعي اللي راني دايرته هنا، ونخيط ثاني في الجانب هذا. كيما هنا عندي لا ليزير دوك ندير لها فقط كفه هكا ونجوز عليها باش يجيني العمل نظيف، واللي يخليها كيما راهي تبقى اختيارات. عندي هاد القطعه راني حنديرها في الاعلى، بما انه القماش تاعي فيه 2 مترات و40 ما راحش يكفيني، والعرض حنا اللي نحتاجوه راه 2 مترات و76، يسمى راه اكثر من العرض اللي راه في القماش تاعي. لا يسمى قطعت، يسمى قطعتين باش يعني تجيني في المنتصف. قطعت كل قطعه بالنصف تاعها 2 مترات و76، معناتها النصف تاعها هي متر و38. قطعت القطعتين العرض تاعهم متر و38، والطول درتو 50 سنتيمتر. والباقيه اللي بقات لي، لانه انا اشتريت متر، والباقيه اللي بقات لي طويتهم وخرجت لي هاد القطع. ديروا كيما انا دوك نلصقهم مع بعضهم. الطول اللي نحتاجو هو الطول اللي راني رايحه نديرو هنا كامل. نحتاج هاد المساحه منا ملي يبدا منا كامل حتى لهنا، بصح ماشي مره
مضروب في 2. تحبوا مضروب في 2 ولا حبيتو كشكشه بزاف يعني مرتين هكذا ولا مره ونصف. مثلا يكون هذا مره حتى لهنا نزيدو النصف تاعو. شحال واش لقينا هنا نزيدو له النصف. تحبوا حاجه شابه بزاف ديروا في 2. نحتاجو شحال كميه القماش نحتاجو لهاد الجهه ونحتاجو لهاد الجهه. يسمى مضروب في 4. نحتاجو 4 زوج قطع لهاد الجهه وزوج قطع لهاد الجهه. ونحتاجو هذاك الجزء اللي يجي في الاعلى. هذاك هو اللي قلت لكم هنا راني لصقته لانه هو 2 مترات و76 وانا بما انه القماش تاعي ما يكفيش يسمى هنا 138 وهنا 138 ونلصقهم هنا بخياطه. انا راني رايحه ندير 50 سنتيمتر من لهنا حندير 50 سنتيمتر وتبقى اختيارات. البوندا اللي كيما قلت لكم العرض تاعها 10 سنتيمتر 10 حتى 12. تحبوها اعرض اقل تاني تبقى اختيارات وعلى حسب القماش تاعكم شحال يكفي. انا في قماشي خرجت لي 8 سنتيمتر ونصف ما تكفينيش. انا حبيتها لو كان اكثر بصح معليش نخيط هذا الجزء نلصق هذا مع هذا ودوك تشوفوني نروح ندير كفه كامل عليها ساير داير. شفتوا هنا بعد ما قطعنا الجزئين تاع الستاره كفيناهم كفوهم من هذا الجانب كامل وهذاك لاغوندي تاني والجانب قلت لكم هاوديك هذا تاني تاع لا ليزير ديروا له كفه منه اسمها 3 جوانب ما عدا الاعلى يعني وين رايحين نعلقوا فقط. كما راكم تشوفوا هايديك كفه منه هاوديك الدوران هايديك لانه في هذايا اللي رايحين نديروا هادوك البليات اللي رايحين نديروهم هادوك. بعد ما لصقت هامليك واش درت حكمت الاطراف اللي قطعتهم الطروفه اللي قعدوا لي لصقتهم مع بعضهم كما راكم تشوفوا وكفيت من الجانب هذا ومن الجانب هذا. واللي عنده آلة السرفله يقدر يدير سورفيت فقط من الجانبين. انا فضلت اني ندير كفه منا وكفه منا وتكون الكفه رقيقه ماشي تاع 1 سنتيمتر. نروح ندير لهم كيلي فرونس بصح ما نديرهمش بالخيط كما مرة نوريكم. حبيت ندير هذه التقنيه جديده نديرهم هكا بصح ما نبداش منها نخلي مسافه منها لانه حتدخل لي في الخياطه. شوفوا كيفاش ندير نبدا نحطها هكذا ونحرك واني نمشي في رجلي وهي دواسي وهما لي فرونس راهم يجوني. هاني درتهم كامل هيديك ندير الجهتين مع بعض كما قلت لكم. نروح نحكم الريدو تاعي هكذا. قلت لكم دائما هاد الجهه هيديك تاع البدايه معليش نبدا هنا نخلي هاد الزوج حين يدخلوا لي ما يبانوش. احسن يعني اننا نخيطوها اولا وبعدها نديروا زيكزاك. تحبوا ديروا يعني مع بعضهم وتربحوا الوقت هذه تبقى اختيارات. رحت لهذاك الجزء العلوي حددته. دائما نقول لكم انا الحديد الميكوات ثم الميكوات هايديك. وبعد ما حددت طويت دوك اللي يحب يدير على حسب التخانق تاعو يطوي هنا يحسب السمك تاع التخانق تاعو يدورها ويزيد اضافات حق الخياطه وحق الوسع اللي يحب يحطوه. لاننا احنا ما نبداوش مباشره نخيطو نخلو دائما للجماليه نخلو 1.5 لهنا ولا 1 سنتيمتر هذاك باش نبداو نديرو خط الخياطه باش يعطينا هذاك التستف الجميل. ما حبيتش نديرها مباشره تدخل منايا. انا راني رايحه ندير هاد لا غوفلات اونتر دو هذه اللي تدخل هنا. يسمى واش درت خليت العرض على حسابها هايديك شوفوا خليت على حسابها وطويت درتها 0.5 سنتيمتر فقط يعني هايديك وخليتها لاني كل شيء راه شوفوا باش نسهل على روحي كل شيء راه مكليي. قبل ما نركب لا غوفلات يسمى نروح نركب الاطارات هادوما توعي هادو
هايديك ندخل هنا تحتها، راكم تشوفوا في الاسفل يعني تحتها هايديك. نتاكد بلي ندخل أمها 1.5 سنتيمتر ونجوز عليها هكذا كامل بخياطه، ونقابلها يعني بالجزء الثاني. بعد ما خيطناها عاديك ودرت من هذا الجانب الثاني، يعني درت هذا القانون بطريقه سهله. كل شفتوا حطيت فقط من الفوق وخيط، ماهيش حاجه صعيبه. اني رايحه نخيط وكي نبدا هنا ندخل شويه تحت هذه الخياطه باش تجيني على الاقل 2 سنتيمتر، زوج منا لهنا 2 سنتيمتر، باش تعطيني هذيك الجماليه. فقط واحد تكفيني، لانه الاطخان تاعي ماهيش عريضه بزاف. نخيط منا ونزيد نعاود نخيط منا. ودائما راني وريت لكم كي كنت نخيط منا نجبد من الاسفل باش تعطيني هذاك الوجه الجميل منا، ما تجينيش معبنه. وريتها لكم هذه الطريقه كيفاش كي نخيط الريدوات، كي نخيط ونركب لا غفلات. دائما ماشي مره ماشي زوج نقول لكم كي نخيطوا لازم راكي تخيطي وراكي هكذا تجبدي من هذا الجانب ومن هذا الجانب. وفي الاخير كما قلت شوفوا هي النتيجه امامكم، خرجت ما شاء الله. فقط يعني ها تقدري تغيري بحاجات بسيطه، تقدري تغيري ريدو تاعك القديم وترجعيه بحله جديده وجميله جدا. نتمنى تكونوا فهمتوا الشرح وكل شيء كان واضح. وهذيك تحبي تطلقيه تحبي تحكميه، وخدمت له هذوك المساكات كما شفتوا. فقط يعني خديت قطعه تاع قماش 50 سنتيمتر وطويتها ودرت لها كوردون من الطرف للطرف وحكمتهم كما راكم تشوفوا، ماشي حاجه صعيبه. هايديك ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش اللايك والاشتراك والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. وكالعاده المريض ربي يشافيه، واللي متمني حاجه ربي يعطيها له. الله يرحم موتانا وموتى المسلمين، ودمتم في رعايه الله وحفظه. رباه عفوك إني للنور مدت يداي، نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا. رباه عفوك إني للنور مدت يداي، نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا. وأشتكي طي صدري دربا سحيق العطايا.